يا سفينة الإنسانية ارسي في بر الأمان. الناس ما بقتش هي ولا هم بتوع زمان. كان أهل زمان حبايب واخوات ما بيزعلوش. دلوقتي في قرايب على بعض ما يسألوش. وزمان كان الصغير يعرف قيمة الكبير. دلوقتي الحال اتغير والناس بقوا غزازين. وزمان كان في طيابة وضميرهم كان سليم. وزمان كان في طيابة وضميرهم كان سليم. دلوقتي الناس ديابة تاكل مال اليتيم. وزمان كان كل واحد بيراعي شعور اخوه. دلوقتي الابن قاعد على القهوة جنب ابوه. وزمان كنت تلاقي الجار على الجار امين. دلوقتي الجار بيبقى مش عارف جاره مين. يا سفينة الإنسانية ارسي في بر الأمان. الناس ما بقتش هي ولا هم بتوع زمان. الله يخلف علينا ويعوض عالزمان. سلامتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن الأذية بشكل عام. الجار ليه بيأذي جاره، والأخ ليه بيأذي أخوه، والجريب ليه بيأذي جريبه. النهاردة بيجي في حالة من الحقد والغل والكره في قلوب الناس بطريقة مش حلوة. يعني أنا لما أشوف جاري بيعمل حاجة المفروض إن أنا أساعده، أو أديله شاي، أو أديله قهوة، أو أديله بيبسي. المهم إن أنا أحاول بقدر الإمكان أجبر خاطره قدام الناس. مش هروح أذيه وراح أشتكيه وراح أبلغ عنه وراح يعني بيحصل. يعني النهارده بنشوف حالات قدامنا، أقسم بالله العلي العظيم أنا عن نفسي بشوف حالات بيبقى واحد عامل رخصة بنا، عامل رخصة يعني ماشي في الإجراءات أديله بتاع 4-5 شهور، وداير يجري من المركز من المجلس المحلي لمجلس المدينة للمحافظة اللي مش عارف فين لحد ما يعمل الرخصة، ويبدأ في الشغل في البيت عنده وتلاقي واحد رايح يشتكيه في المجلس. طب ما هو داير يجري دول 4 شهور، أنت كنت فين؟ أنت كنت معاه، وليه بتغل وتحقد عليه؟ جارك مش محتاج منه غير الكلمة الحلوة، وأنت المفروض إن أنت تديله كلمة حلوة وهتسمع منه الكلمة الحلوة. يعني لكل فعل رد فعل. أنت لما تحافظ على جارك وتحب جارك وتخاف عليه، جارك هيحبك ويخاف عليك. ليه بنأذي بعض النهارده ومش بنحب الخير لبعض، والأذية شغالة؟ يعني بصراحة الله ينور، الله ينور على الحقد والغل اللي في قلوب الناس. بصراحة الوضع بيجي سيء. هل انت مستفيد؟ هل الشخص اللي بيروح يشتكي ايه الاستفادة اللي بترجع ليك ماديا او معنويا او نفسيا؟ ايه اللي انت بتستفاده لما تروح تأذي جارك بالشكوى ان انت تشتكيه ان هو عمل كذا وعمل كذا؟ اشتكيه في حالة الأذية. لو هو أذيك فعلي، لو انت جاره مأذي منه روح اشتكيه، انما هو مش أذيك في حاجة. انا النهارده لما اعمل حاجة في بيتي او ان انا مثلا ربنا كرمني وربنا وسع عليا، ايه اللي مضايقك انت؟ قول لي كلمة حلوة عشان ربنا يكرمك. ما هو انت لو انت نظيف من داخلك وكويس من داخلك ربنا سبحانه وتعالى هيديك. هو اداه عشان خاطر هو كويس، ويمكن اداه عشان خاطر هو هيساعد حد تاني. يمكن ربنا سبحانه وتعالى موسع عليه عشان هو هيعمل خير مع حد انت ما تعرفوش. فيا ريت نخلي قلوبنا صافية لبعض ونحب بعض، وبلاش الغل والحقد والنفوس الضعيفة. ربنا يصلح حالنا وحال الجميع. يا ريت الناس تبقى احسن من كده مع بعضيها، ونحب بعض ونخاف على بعض، لان الوضع بيجي سيء للغاية للناس مع بعضها. الاخ النهارده بياكل اخوه، الجار عاوز يدوس على جاره، الجريب عاوز ينفي جريبه. للاسف الشديد ما بيجيش في حب وألفة زي زمان بين الناس. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.